عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما يا رب بخير وصحة وسعادة وهنا. النهاردة هندخل مع بعض المطبخ وهنعمل شوية فتة مصري زي الفل. زي الفل، الفتة المصري مفيش اجمل منها ولا اي فتة خالص. يلا النهاردة هنجربها مع بعض وهنشوف احنا هنوصل لغاية فين وهنعملها ازاي بأسهل طريقة وبتكاتها وحركاتها، وان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. يلا دلوقتي ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناة لو كانت عجبتكم ان شاء الله. يلا حالا ندخل المطبخ مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. هنبتدي بسلق اللحمة، طبعا 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 دي اول خطوة فيها. يلا نروح يلا نروح. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده دلوقتي معانا اللحمة بتاعتنا اهي، عبارة عن قطعة كبيرة، تمام، او قطعية كبيرة زي ما بنقول بالمصري كده بالظبط. هنشوف بقى احنا دلوقتي هنقطعها ازاي. احنا هنقطعها على كتل كبيرة وهنخلي التقطيع للقطع دي في نص السلق او قبل ما السلق يبتدي يخلص ب3/4 الوقت، او قصدي بربع الوقت. كده احنا ابتدينا اهو في التقطيع بتاعها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده هقطع الكتل دي، وطبعا حاطه حله ميه كبيره على النار بتغلي. هنزل فيها اللحمه دي بعد ما اشطفها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده الكتل الكبيره دي في اللحمه لما بنقطعها كده قبل ما نسلقها ما بتكشش ولا بتبرم خالص، تمام. فاحنا بنفضل نقطع الكتل الكبيره كده وبنسلقها على الوضع ده كده زي ما هي. ما شاء الله اللحمه حلوه جدا جدا وناعمه حتى في تقطيعتها. زي ما انتوا شايفين اهو كده. دي كمان برضو هاخدها هي على حتتين. ايه رأيكم؟ ما شاء الله ما شاء الله حلوة جدا. يلا دلوقتي بقى نروح على الحلة بتاعة السلق ونشوف سلقها مع بعض. نشوف سلقها بقى يا حبايبي حالا. حطينا كده حلة كبيرة بتغلي على النار. انا هنا طبعا كنت رفعت الاول الغطا بتاع الحلة بحيث طبعا ما يعمليش بخار على الكاميرا وانا بفتحها عشان بيكون غلط. وهنا في حلة تانية حطيت كبشة توم كبيرة مفروم وده كان متفرز، وحطيت عليها معلقة كبيرة زبدة بلدي، معلقة كبيرة اللي هي معلقة الطبخ مش معلقة الأكل. مجرد ما ابتدى ان هو يدبل كده نزلت عليها ب3 كيلو عصير من الطماطم. وزي ما انتوا شايفينه حالا كده بيغلي اهو. انا كنت بشوح التوم فقط ما كنتش بحمره، ركزوا في النقطة دي كويس جدا، كنت بشوحه فقط، تمام. كده الصلصة بتغلي زي ما انتوا شايفينها. هسيبها بقى تتسبك خالص. الاضافات اللي هحطها ملح ومعلقة سكر، معلقة فلفل اسود، وهرجع هنا تاني بقى للحلة بتاعت اللحمة بتاعتنا. هنا احنا حاطين بصلاية كبيرة متقطعة قطع كبيرة زي ما انتوا شايفين. هرفع كده الغطا اهو حالا ونشوف اللحمة بدأت اهي ان هي ايه تشد حيلها كده شوية تديني اللون الرمادي اللي هو بتاع سلق اللحمة. حطيت 8 فصوص من الحبهان وشوية ورق لوري والبصلاية المتقطعة، تمام. كده زي ما انتوا شايفينها كنت بقطعها للشرايح دي او للقطع دي. طبعا ما عرفتش ان انا اصور معاكم لان كنت لوحدي، فمش عارفه ان انا يعني اصور واشتغل برضو. كان كله بقى خلع مني يعني وايه واتكل على الله وراح المطبخ. دلوقتي كده انا طلعت منها الشرايح دي وكنت حطيتها في النار
حطيت عليها فلفل اسود ودخلتها تتشمع تحت الشواية. هنا بقى في الصواني دي طبعا زي ما انتوا شايفين قطعت العيش المحمص، حطيت عليه معلقة سمنة بلدي، ونزلت دلوقتي على كل صينية فيهم بكنكة شوربة او بكبشة شوربة. تمام. بخمر العيش بشوية صلصة وشوية شوربة زي ما انتوا شايفينه حالا يا حبايبي. بحط دلوقتي بقى انزل بالرز ده على طول، وابتدي ان انا اساوي زي ما انتوا شايفين كده. الصينية بتاعتي ما بخليش حاجة فيها خالص تكون مكشوفة. انزل بقى بالصلصة كمان من على الوش واسويها واستفها. ايه رأيكم؟ دلوقتي كده حطيت لحمة مسلوقة صواني شوربة في اطباق اهو، وحطيت ما شاء الله يعني الله اكبر. الصواني اهي بتاعت دي بقى الفتة لحمه بتاعتي، مسلوقه اهي زي ما انتوا شايفينها كده، وادي ورق الصواني اهي اللوري بعد ما والبصل بقى خففتها والحركات، يعني مش وستفتها قادره اقول لكم. خالص. وادي وادي كمان كمان اللحمة فته اهو، طلعتها من الشواية. وادي لحمه مسلوقه تاني. ايه وادي رأيكم؟ اهو لو كان الفته، عجبكم الفيديو ان شايفين؟ شاء الله وادي ما قمر. تنسوش تعملوا لنا بس نجيب اللحمه لايك. الاول. تمام كده، دي اللي متحمره اهي بالفلفل الاسود. بص بقى يا ست البنات، تعالي كده وقول لهم ايه رايك في الريحه بقى والحاجات دي. السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وسنة وانتم طيبين يا حبايبي. النهارده فيديو بس المفاجأة دي بحبها، بس انا مش عايزة اكل. مش عايز تاكل ليه؟ انا بقدرش، انا مش هاكل. مش انت لنا الاكل. بصوا لون الصلصة وشكل الرز ما شاء الله كلها حلوة جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. حالا اقول لكم سلام عليكم يا حبايبي.